كاريزما صوتك هي سر نجاحك الوظيفي، مش مجرد ثقتك بنفسك. ناس كتير بتعتقد ان الثقة بالنفس هي كل اللي انا محتاجه عشان اقدر اثر في جمهوري. الثقة بالنفس مهمة، هي مجرد مكون من مكونات التأثير الصوتي او الكاريزما الصوتية. كاريزما صوتية بتشمل عدة عوامل. كاريزما الصوتية معناها ان صوتك يكون مؤثر في جمهورك، انك تقدر تتواصل مع جمهورك من خلال حكي قصة، انك تقدر تتواصل مع جمهورك من خلال لغة الجسد، تعابير الوجه، انك تقدر تأثر في جمهورك وتقنعهم من خلال الاكسبرتيز بتاعتك، الخبرة بتاعتك، انك تقدر تأثر في جمهورك وتتفاعل معاهم وترد على أسئلتهم حتى لو كانت محرجة، وتقدر تتخطى ده. انك يكون عندك سرعة بديهة، انك يكون عندك حضور قوي، والحضور القوي ده بيشكل الكاريزما الصوتية. فالثقة بالنفس هي مجرد عامل من عوامل كتير قوي بتشكل الكاريزما الصوتية. الكاريزما الصوتية معناها انك يكون عندك كل العوامل دي بالإضافة للمشاعر اللي تقدر تتواصل بيها مع جمهورك. يعني مثلا لو أنا دكتور وبتواصل مع المرضى بتوعي، لازم يكون عندي مشاعر الأمباثي، التعاطف، لازم يكون عندي مشاعر الطمأنينة، يكون عندي مشاعر الثقة، إن أكون واثق في الكلام اللي بقوله لهم، لازم يكون عندي credibility، مصداقية، لازم يكون عندي رؤية. يعني ايه رؤية؟ يعني رؤية للمريض ده لو طبق كل العلاج اللي انا قلت له عليه هيبقى فين. لازم يكون عندي ان انا اقدر ادعم المريض بتاعي. ليه حد من المرضى يحب دكتور وما يحبش الدكتور التاني؟ لان الدكتور الاولاني اداله حياة، اداله امل، مش مجرد ادوية بس بياخدها. لو انت ليدر، انت محتاج في صوتك تقدر تكون مؤثر، تكون صوتك قيادي، يكون صوتك قوي، يكون صوتك واثق، يكون صوتك مدعم، يكون صوتك مشجع. كل المشاعر دي انت محتاجها. احنا قصرنا المشاعر بس في المشاعر الرومانسية وفي الحب او الكراهية. المشاعر اوسع من كده. المشاعر معناها مشاعر الصدق، مشاعر المصداقية، الاقناع، مشاعر التواصل، مشاعر ان انا ادي تحفيز، مشاعر الدعم. كل دي مشاعر لازم اقدر اديها بصوتي، ولازم اقدر اظهرها في صوتي عشان الجمهور يبدأ يتفاعل معايا. ليه حد ممكن يكون مؤثر جدا ويقدر يقنع الجمهور انه يتبنى رؤى ويتبنى مواقف ويتبنى افعال ويقدر يشتري المنتج بتاعه، وليه حد تاني صوته مش قادر يعمل ده؟ لان في كتير من المتحدثين فاكرين بس ان هو لازم ان انا اتكلم ويكون عندي كلمات قوية بس. لا، لازم يكون عندك كلمات قوية، صوت واثق، صوت مدعم، صوت كمان يقدر يأثر على الجمهور، يقدر يحكي قصة، يعيش الجمهور في قصة. ده لو حتى أنا بيزنس مان أقدر أعيش الجمهور في قصة. يس، ستيف جوبز كان بيعيش الجمهور بتاعه في قصص كتير قوي. أوبرا وينفري وهي مذيعة مشهورة كانت بتعيش الجمهور بتاعها في قصص كتير قوي. لو جينا لأوباما وهو ستار في الكلام، كان بيعيش الجمهور الأمريكي في قصص كتير قوي وهو بيتكلم. ماكرون كان يقدر يتكلم بطريقة أدبية يقدر يلمس القلوب. فلو جينا نشوف الناس الستارز في الكلام، هنقدر نشوف ان هم بيوصلوا قصة. لو جيت تشوف حد انت بتحبه، هتشوف ان صوته مقنع ليك لانه بيعرف يحكي قصة، صوته بيعرف يتلون تباعا للكلمات اللي بيقولها، صوته بيقدر يأثر عليك، بيقدر يخليك تاخد اكشن، بيقدر يخليك تتبنى مواقف. عشان صوتك يكون كاريزمي وانت بتتكلم قدام الجمهور، لازم يكون في مكونات اكبر من الثقة بالنفس وحدها. مش الثقة بالنفس وحدها هي اللي بتصنع الكاريزما، الحضور بيصنع الكاريزما، الكريديبيليتي، المصداقية بتصنع الكاريزما، خبرتك بتصنع الكاريزما، التجارب اللي مريت بيها بتصنع الكاريزما، انك تكون ملم بأكتر من مجال بالإضافة للمجال بتاعك بيصنع الكاريزما. فكاريزمتك الصوتية أو هويتك الصوتية أو الفوكال ايدنتيتي أو ليدونتيتي فوكال، كل ده اللي بيصنعوا عدة عوامل تقدر تتعلمهم معانا في كورس التحدث الجماهيري، وتقدر كمان تطبقهم من خلال تقنيات عملية ومن خلال تدريبات صوتية مجربة لها نتائج مذهلة لو انت اتدربت عليها. وخلينا نذكر نقطة مهمة جدا، الكاريزما الصوتية مش جينات، بمعنى ان انا ما بتولدش وعندي الكاريزما الصوتية. انا معاك، في ناس كتير عندهم موهبة الكاريزما الصوتية أو عندهم موهبة إن هم يتواصلوا مع الجمهور بطريقة مؤثرة وبطريقة مقنعة، ومن خلال تواصلهم ده يقدروا يخلوا الجمهور يتبنى مواقفهم، يتبنى وجهات نظر معينة، يقدر يشتري المنتج بتاعهم أو يقدر يشتري الخدمة بتاعتهم. وفي ناس تانية بتقدر تكتسب الكاريزما الصوتية لأن الكاريزما الصوتية مكتسبة من خلال التدريبات والتقنيات، فتقدر أنت كمان تكتسبها، تقدر أنت كمان تتدرب عليها، تقدر أنت كمان تمتلكها، لأن امتلاك الكاريزما الصوتية بيجي من خلال التدريب.
ممكن واحد يكون عنده ملكة الكاريزما الصوتية بس ما بيدربهاش، فالملكة دي تخفت. وممكن حد تاني ما يكونش عنده الملكة دي ويتدرب، فالملكة دي تزدهر وتنمو عنده. من خلال الكورس هتقدر تتدرب على ده وأكتر من ده من خلال كورس التحدث الجماهيري. كنت معكم مروة الإبياوي، مدربة التحدث الجماهيري والدوبلاج. أشوفكم بكل الخير والحب.